محافظة الإسماعيلية في عزبة المنشية. عزبة المنشية هي عزبة بسيطة جدا وناسها جميلة جدا. احنا مع جروب غاوي خير. غاوي خير بيلف جميع المحافظات، بيلفها وبيعمل خير، ولكن مش مجرد خير ويمشي، لا هو بيعمل مشاريع صغيرة. المشروع لو حتى بيدخل دخل صغير آخر الشهر بس هو مستمر، دخل مستمر للأسرة، وهم بالفعل بيشرفوا على المشروع كل شهر وبيجددوه وكمان بيساعدوهم بمشاريع تانية بيفضلوا معاهم. فاحنا طبعا معاهم في جميع المحافظات، والنهارده هنشرح بالتفصيل ايه هي المشاريع دي، وهنشوف النهارده يعني مجموعه من المشاريع الصغيره الجميله اللي تقدر تفتح بيت اسره حتى لو كانت بسيطه وبتجيب دخل بسيط، ولكن اسمها مشروع بتعتمد عليه اسره وبيعتمد عليه دخل شهري للاسره كامله. فاتمنى النهارده ان احنا نوريكم عينه جميله من جروب غاوي خير، ويا ريت كلنا نكون نعمل جروبات نفس الجروب ده ونساعد ولو بمساعده بسيطه او مشروع صغير، ولكن بنقدر ان احنا نساعد الناس الغلابه دي ونوصل لهم في اي مكان وفي اي محافظه. واكيد تتابعونا، واي حد محتاج مساعده يكلمنا ويقول لنا احنا تحت امره في اي مكان وفي اي محافظه مع اي جمعيه او اي جروب اهلاوي يعمل خير، واي جروب كمان حابب يشارك معانا. احنا برنامج بنحلم نعيش مادين ايدينا لكل الناس البسيطه وكل الناس اللي عايزه تعمل خير او كل فعل خير. احنا طبعا معاكم، ولو اخر مكان واي محافظه وابعد مكان احنا هنفضل معاكم، وكل يوم لو في محافظه شكل احنا مفيش مشكله، عشان الناس الغلابه وعشان الناس اللي مستنيانا والناس اللي فعلا محتاجانا. احنا دايما معاكم قلبا وقالبا. برنامج بنحلم نعيش. النهارده احنا في عزبة المنشية في محافظة الإسماعيلية، في عزبة جميلة جدا وناسها كمان زي ما احنا شايفين ناس جميلة جدا وبسيطة، وقد ايه هم فيهم الطيبة وفيهم الجو الحلو والناس الحلوة، وقد ايه ان هم بيعتمدوا على الزيارات الحلوة من الجمعيات الجميلة زي غاوي خير. كلميني يا حاجة عن غاوي خير وبيعملوا ايه وبيجيلكوا بقالهم وقت قد ايه، وهم فعلا انتوا بتحتاجوا لمساعدتهم فعلا يعني وساعدونا، واحنا نتمنى لهم السعادة وربنا يسعدهم يا رب ويصلح حالهم. ساعدونا واحنا يعني الامكانيات بسيطة بس ربنا ساعدنا بيهم والله. ربنا. كلميني قولي لي المشروع الصغير اللي انت بتعمليه ده او اللي غاوي خير بيعمل لك المشروع صغير، هل المشروع ده ممكن بيعمل لك دخل كويس في الشهر؟ كويس كويس. يعني احنا ممكن نربي لنا حاجات بسيطة كده يجيبوها لنا، ممكن نعيش بيهم بردك مع الأيام هتزيد واحنا نعيش بيهم. ولكن هو بيعمل معاكي يعني الحمد لله، يعني حتى لو في دخل تاني اهو بيساند معاكي المشروع. زي طبعا احنا شايفين هو مشروع صغير، واحنا هنعرض لكم المشاريع اللي موجودة، بس هي الحمد لله بتقدر تساند معاهم، والحمد لله بيبقى في دخل شهري فعلا. الناس دي فعلا بتبقى معتمدة عليه من ناحية واحنا من ناحية وبردك، وربنا اللي بيكرمنا ويكرمهم. يعني الدنيا بتمشي حتى لو مثلا المشروع صغير وبيجيب دخل صغير، الدنيا بتمشي. هي من هما بجزء من ناحيه، المشروع من ناحيه، الدنيا هتمشي. فاحنا طبعا من البرنامج بنحلم نعيش احنا بندعو كل الناس. ربنا يسعدهم والله. ربنا يسعدهم زي ما ساعدونا، ان شاء الله ربنا اللي هيسعدهم. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسعد كل انسان فاعل خير. زي ما احنا شايفين احنا في محافظه الاسماعيليه، وكل يوم في محافظه شكل، فالناس دي فعلا بتتعب واحنا معاهم برضو في كل مكان هنكون وياهم. اتمنى طبعا دي دعوه لكل الناس، صدقني ده مشروع صغير ومش مكلف، ولكن قد ايه بيسعد اسره، قد ايه بيكون اسره كامله بتعتمد على الدخل شهري من مشروع بسيط. لو احنا ايدينا في ايدين بعض هنعمل مشروع بسيط جدا، هنعمل لهم بيتهم، هنساعدهم، هنقف جنبهم، علشان هي دي رسالتنا او دي رسالة برنامج بنحلم نعيش وجمعية غاوي خير او جروب غاوي خير. الجروب ده فعلا اسعدني جدا، واتمنى ان يكون عندنا ناس كتير زيهم، ناس كتير بتحاول ان هي تسعد الناس دي وتقف جنبهم. كلميني يا حاجة شوية بقى عن حياتكم او عن العزبة هنا. انا شايفة ان هي بسيطة جدا يعني. هي الحياة هنا بسيطة يعني، واحنا زي ما تقول زي ما انتم شايفين كده البيوت على قدنا، وكنا عايشين في حشاش، وربنا كرمنا بيكم، انتوا تسعدونا وربنا يسعدنا ان شاء الله يا رب. واحنا بنشتغل برضك ساعات باليومية، نساعد معاكم وانتوا تساعدوا معانا. يعني في ناس دخلك التاني ايه يا حاجة؟ ما فيش حاجة والله، هي اليومية. ما عندكوش معاش؟ لا والله
لا والله ما عندنا حاجة خالص، وربنا يعني تعتمدوا على اليومية بس؟ هي ما فيش غير اليومية، مرة اللي اشتغل مرة ما اشتغلش يعني اليوم اللي ما فيش يومية فيه ما يبقاش فيه دخل، ما يبقاش يعني غير ربنا كرم جمعية زي غاوي خير أو غيره يجوا يساندوكوا. كرمنا بيكم. ربنا يسعدهم يعني، وجابوا لنا فرشة حلوة وعيشونا حاجة حلوة يعني، الحمد لله. نتمنى منهم السعادة وربنا يسعدهم. يا رب يا رب، كل إنسان فعل خير ربنا يجازيه كل خير زي غاوي خير وغيره. فأتمنى إن احنا كلنا نكون مع الناس دي، وأتمنى إن احنا كلنا نكون زي غاوي خير. أتمنى كلنا نكون بنعمل خير عشان خاطر الناس دي فعلا محتاجانا، حتى لو بمبلغ بسيط هنقدر نعمل لهم مشروع يقدروا يعيشوا منه. كلميني قولي لي برضو انتي يعني عن جمعية غاوي خير، أو طلباتك برضو من كل الناس ايه؟ لا ساعدوني كتير، ربنا يبارك فيهم يا رب، ساعدوني كتير قوي والله. جابوا لي الجهاز بتاعنا، مخطوبه برضو، جابوا لي حاجه من الجهاز، جزء من الجهاز بتاعي، وان شاء الله بيعملوا جهاز ان انا اتحرك عليه. ربنا يسعدهم يا رب، ساعدونا كتير قوي، عملوا لنا بيتنا والحمد لله، جابوا لنا حاجات كتير، ساعدوا بجد يعني، ساعدوا العزبه هنا، جابوا لي حاجات كتير قوي، جابوا لي حاجات كتير قوي، وربنا يكرمهم يا رب. يا رب ربنا يكرمهم يا رب. طبعا احنا بنتكلم، هما بيتكلموا عن ناس فعلا بيعملوا خير حتى لو بمبلغ بسيط. انت قدرت ان انت تسعد الناس، وهي بتقولي ان هم جهزوها، فده عند ربنا كبير. واتمنى ان احنا كلنا نكون زي غاوي خير، واتمنى نكون كلنا غاويين خير. ومن برنامج بنحلم نعيش انا مع الناس دي، ومع اي حد محتاج يساعد معاكم في اي محافظه في اي مكان، احنا معاكم ومع الناس دي لحد اخر يوم في عمرنا، احنا معاهم. لان دي رساله، انا بشوف ان دي رساله مننا كلنا، وواجب علينا كلنا ان احنا نكون مع الناس دي، لان هم ملهمش اي دخل غير اليوميه. لو طلع ما اشتغلش النهارده مفيش دخل ليهم يصرفوا منه. فطبعا الحاجه الوحيده او الرساله الوحيده طبعا اللي بنوجهها لكم ان انتوا تكونوا مع الناس دي. في اطفال وفي ناس وفي حياه عايزين يعيشوا، عايزين يعيشوا، بيحلموا يعيشوا. الناس دي بتحلم تعيش بمستوى بسيط جدا، بمشروع بسيط جدا. اتمنى تكون الرساله وصلت ليكم كلكم، واتمنى ان كلنا نكون ايد واحده للناس الغلابه دي في اي مكان. قولي لي، انت كنت بتقولوا لي ان انتوا كنتوا ساكنين في عشش، وانتوا بقيتوا دلوقتي ما شاء الله عندكم بيوت. عملوا لنا بيوت وعرشوا لنا وظبطوا لنا بيوتنا وجابوا لنا اكل، ويعني والتعبان ودوا له الدكتور يعني، وربنا يا رب ما نحرمش منهم خالص يا رب. زي ما انتوا شايفين كانوا بيقولوا ان هم عايشين في عشش، والحمد لله دلوقتي ربنا كرمهم وقدروا ان هم يبنوا طوب ويبنوا بيوت وعرشوها لهم حتى ولو بالخشب، ولكن بقت بيوت مش عشش. فالناس دي فعلا وقفت جنبهم، غاوي خير وقف جنبهم لحد ما بقى عندهم بيوت. واتمنى ان احنا كلنا نكون غاوي خير، كلنا نكون فاعل خير كلنا، وان احنا نسعد الناس على قد ما نقدر. ونتمنى يعني كفايه دعوه من ست زي دي لينا كلنا قدام ربنا حاجه كبيره. فكلميني يا حاجه، قولي لي انت اللي استفدتيه من غاوي خير واللي استفدتيه من حياتك كانت ايه قبل كده، ودلوقتي الحمد لله بقت ايه؟ والله انا لسه ان شاء الله كده يعني في المكان ده لينا 35 سنه متجوزه فش. ولما ربنا كرمنا احنا يعني والبنات وكده، قعدنا نساعد وبنينا بيت على قدنا، ولسه ان شاء الله عشمنا فيهم كده يكملوا جهاز بنتي، وربنا يعمل فيه الخير، وربنا يصلح الحال يا رب. واحنا فرحانين بيهم وسعداء بيهم ان هم يعملوا حاجه زي كده يعني، وربنا واحنا كمان فرحانين جدا ان احنا بنسمع ان في ناس جميله زي غاوي خير هم جهزوا لها، جهزوا بنات هنا، وما زالت هي عشمانه برضو عندها بنوته بتتجهز عايزه تجهزها، عشمانه ان هم يجهزوها. وطبعا غاوي خير ودي رساله لكل الناس، اتمنى الناس دي محتاجه لكم. هم كانوا عايشين في عشش والحمد لله بقت بيوت، والحمد لله بيعملهم مشاريع صغيره، والناس دي راضيه وعايشه وبتقول الحمد لله، وبيحلموا يعيشوا وبيقولوا احنا راضيين بس محتاجين لكم، محتاجين تساندونا. احنا راضيين بيها برضك، نحمد الله احنا راضيين بحياتنا. احنا عشنا عمرنا من غير ميه ولا نور ولا اي حاجه، عشنا عشوائي كده والله، ولا مواصلات ولا اي حاجه. 35 سنه من سن 16 سنه لتاريخ الساعه دي ما فيش لنا اي دخل. ميه حاجه برضه 35 سنه او اكتر عايشين من غير اي دخل،
ولا في ميه ولا في كهرباء. الحمد لله وصل لهم ميه وصل لهم كهرباء. عندكم ميه دلوقتي؟ وصلوا لنا الميه هم، الكهرباء احنا عملناها بالمجهود الذاتي وهم دخلوا لنا الميه. طب الحمد لله دلوقتي هم عندهم ميه وعندهم كهرباء، وبدات يبقى عندهم بيوت بسيطه، بس بيتمنوا منكم برضو وبيتمنوا من الدوله كمان. اتمنى ما يكونش كله للخير وبس، اتمنى ان يكون في كمان خير. الخير موجود وفينا كلنا، لكن اتمنى من الدوله يكون في دور كمان للناس دي. الناس دي محتاجه فعلا دخل شهري على الاقل. الناس دي ما عندهاش معاشات وما عندهاش اي دخل شهري غير اليوميه. يعني النهارده لو ما طلعش يشتغل باليوميه هيموت من الجوع، ولو ما جالوش فاعل خير هيموت من الجوع. طب اعتقد ان احنا هنا في رساله بنقدمها للدوله وبنقدمها لكل المسؤولين. ارجوكوا احنا في عزبه المنشيه في كوبري سينا محافظه الاسماعيليه دي، يعني دي عزبه بسيطه جدا، وفي عزب كتير مش هم بس، عزب كتير جنبهم غلابه جدا ما عندهمش اي دخل غير اليوميه. ما حدش بيقدر يوديه للدكتور، ما حدش بيقدر يعمل له عمليه، بيموت. يعني ما بيبقى واحد شاب قصاد منك، يعني اني منهم واحده عندي عمليه مش عارفه اعملها ليه؟ ما فيش فلوس. انت قلتي لي ان هم جهزوكي صح؟ جابوا لي جزء من الجهاز. جابوا لي جزء من الجهاز، وانت عندك حاجه ناقصاكي تاني؟ لسه ما جبتش انا. هم جابوا لي الثلاجه والغساله والبوتاجاز والانبوبه. يعني جابوا لي في الجزء الكبير اللي هي الاجهزه الكهربائيه. جابوا لي بس لسه بقى يعني حاجات الرفايع لسه. قولوا لي طيب، انت غير الجهاز انت محتاجه، انت هتتجوزي هنا برضو في العزبه؟ لا مش في العزبه دي، في عزبه بعدينا. لكن برضو نفس الحياه نفس على قد حالهم برضو. على قد حاله برضو. برضو على قد حاله. ربنا كبير طبعا، ولكن احنا زي ما انتم شايفين الناس فعلا محتاجه مساعده، والناس قد ايه غلابه، والناس قد ايه فعلا محتاجين لغاوي خير وكل فاعل خير. بنتمنى ان احنا نكون معاهم، وبنتمنى ان دي رساله تكون وصلت لكل الناس ولكل المسؤولين. الناس دي فعلا محتاجانا، الناس دي فعلا محتاجه للخير، محتاجه الدخل. الناس دي لو ما راحتش اشتغلت باليوميه ما عندهمش دخل. فأتمنى أتمنى أتمنى أن الرسالة تكون وصلت لكل مسؤول ولكل ناس عزبة المنشية كوبري سينا محافظة الإسماعيلية. دي عزبة وفي أكتر من عزبة تانية جنبها على نفس الحال، عايشين في عشش، والبيوت اتبنت من فاعل الخير. جمعية غاوي خير بنت لهم بيوت، كتر ألف خيرهم طبعا إن هم بنوا بيوت وخدوهم من عشش لبيوت ودخلوا لهم كهرباء ومية. فين هنا واجب الدولة؟ احنا هنا عايزين واجب الدولة على الناس دي، زي ما في واجب لغاوي خير والناس اللي بتحب تعمل خير، في واجب لينا احنا كدولة. الناس دي مسؤولة منكم، الناس دي مسؤولة منكم، الناس دي عايزة تعيش، الناس دي بتحلم تعيش، بيحلموا يعيشوا، ياكلوا ويشربوا ويجيلهم دخل يعيشوا ويربوا عيالهم منه. مش عايزين اكتر من كده. ولو في واحدة زي دي يعني محتاجة عزال ومش قادرة ان هي تجهز نفسها، ده مش حلم بعيد. يعني ده ابسط الحقوق للانسان، ان هو يلاقي مكان يعيش فيه واكل وشرب وحاد او دخل يدخل له اخر الشهر، ما يبقاش عايش مش عارف يعيش، مش عارف يربي عياله ازاي، او بيعشيهم ايه، او ما فيش اصلا بيعشوا بيتعشوا نوم، بيناموا عشان يهربوا من الجوع هم واطفالهم. كلميني قولي لي قبل ما يكون في غاوي خير حياتكم كانت عامله ازاي؟ يا الحمد لله على كل حال، بس عامة أنا عشمي في الله كبير، وعشمي فيهم برضه أكمل بقية جهازي عشان أنا عاملة عملية وما بقدرش أشتغل، فممكن أشتغل 2-3 أيام في الأسبوع. بس الحمد لله على كل حال، وعشمنا في الله كبير وعشمنا فيهم كبير. بس أنا سمعت إن هم يعني جهزوا ناس كتير حوالينا، وما كانش عندنا مية، بس حفروا لنا خط مية، دخلوا لنا مية، والحمد لله وجزاهم الله كل خير. طبعا عشمنا في ربنا كبير، ولكن هنا الناس كلها اللي انا شايفاه ان البنات كل اللي طمعانين فيه ان هم يتجهزوا. وطبعا انا مش هقول غاوي خير بس اللي هتجهز لكل العزب اللي هنا، غاوي خير بيعمل في كل مكان، ولكن انا بطلب رسالة من كل الناس، ساعدوا على قد ما تقدروا. الناس دي طلباتها مش كتير، الناس دي بتحلم تعيش. عزبة
بيوت المنشية محافظة الإسماعيلية زي ما احنا شايفين ناس بسيطة جميلة بيعتمدوا على اليومية كدخل شهري، ما عندهمش أي دخل غير إن هم يروحوا يشتغلوا باليومية ويجي لهم اليومية ياكلوا ويشربوا منها، أكلهم وشربهم وحياتهم وأطفالهم وولادهم ودنيتهم كلها على إيديهم، بيشتغلوا على ايديهم علشان يصرفوا. زي ما احنا بنعرف لو النهارده ما جالوش دخل شهري او ما جالوش النهارده يوميه يطلع فيها او جاله شغل بيقعد في البيت مش لاقي ياكل، فبيعتمد على فاعل الخير. وعندنا هنا جروب اسمه جروب غاوي خير، الحمد لله قدر ان هو يعمل لهم بيوت، كانوا الاول في عشش وعمل لهم بيوت وسقف لهم بيوتهم بالخشب، حتى ولو كان بالخشب كانت عشش فدلوقتي بقت بيوت. دي حاجة. تاني حاجة ان هو كمان مش بيسيبهم، بيعمل لهم مشاريع حتى لو كانت المشاريع دي صغيرة، بط فراخ اي حاجة يربوها في البيت بس تعمل دخل شهري باستمرار. كلمني يا ابو زيد، قول لي الناس دي عملت معاك ايه، جمعية غاوي خير او جروب غاوي خير، وايه اللي انت كنت بتتمناه وايه اللي لسه بتتمناه برضو انت واولادك وعزبتك؟ بصراحة كتر الف خيرهم، هم جم عملوا لنا بيوتنا وبقت تمام، وركبوا لنا ميه والله كنا بنروح نملى ميه وكنا بنشتري الميه، ودلوقتي الحمد لله رب العالمين يعني عملوا لنا كل حاجه والحمد لله، مش هنقدر نقول غير زياده الحمد لله. ودلوقتي برضو جابوا لنا مشروع، واحنا كنا برضو بنجيب شات فراخ شات بط بالقسط من الناس ونربيهم ونكبرهم وندفع قسطهم ومثلا كده، وكنا ماشيين يعني والحمد لله. فالناس دي جابوا لنا برضو مشروع حلو اهوت وبيعملوا لنا البط والفراخ وماشييننا برضو، ونحمد الله ونشكر فضله والله. لكن المشروع ده حتى لو هيساند بمبلغ صغير هيساند معاك اخر الشهر، هتلاقي اي دخل جاي لك حتى بجانب اليوميه او غيره. وانا شايفه كمان ان حضرتك غير قادر على العمل كيوميه، فده دخل بالنسبه لك كويس. ما هو ما فيش اصلا، انا ما بشتغلش، فاحنا قاعدين، فهم العيال انا عندي 5 عيال وامهم وانا، وبعدين احنا برضو تعبانين، عندنا امراض يعني فيروسات بي وسي، والحمد لله نحمد الله ونشكر فضله يعني. فبرضو الموضوع دوت هو رحمنا كمان من موضوع القسط، يعني في عربيات كانت بتيجي تبيع لنا بالقسط والطاق 2، فاحنا لما نبيع ما كناش بنلحق برضو اكل وشرب وده 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 ونيجي نسدد اقساط، ما كناش برضو، بس الحمد لله رب العالمين. وجوهم الجماعه دول جابوا لنا كده يعتبر رحمونا من عمليه الاقساط والله، ان احنا ولا هنجيب طيور بالقسط، يعني مثلا الحاجه لو ب10 كان بتاع القسط ده بيدالنا ب20 عشان خاطر مثلا ان هو ما بياخدش فلوس مننا مقدم. لكن انا عايزه افهم المشروع يا ابو زيد، احكي لي المشروع ده. هل انتوا كده ما بتدفعوش فلوس، هم بيجيبوا لكم المشروع وبيفضلوا بتداول معاكم لحد المشروع ما يكبر، وبعد المشروع ما يكبر وتبدا تبيع منه والدوره الجايه خلاص بقى في دخل خلاص، فساعتها بتقدر تدفع عشان هم يعملوا مشروع تاني او يعملوا الاسره تانيه؟ تمام صح؟ تمام. لا ما هو كده يعتبر هيوفروا لي راس مال ليا، اللي هو بالنسبه ان هم هيدوني بدايه المشروع ان انا اشتغل، وبعد كده هم هياخدوا مثلا اصل المشروع وهيسيبوا لي انا راس المال. ده بعد كذا دوره يعني بعد ما خلاص انت بالفعل الدوره الاولى خلاص خلصت، وبالفعل بدا يدخل لك دخل من الدوره الاولى للدوره الثانيه، ان انت تعمل دوره ثانيه ويبدا يدخل لك دخل شهري تقدر تجدد منه يعني. صح كده، ما هو ده اللي احنا عرفناه يعني، وهيبقى باذن الله بدايه خير، وباذن الله هيوفروا لنا راس مال. والناس دي والله كتر الف خيرهم، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب. وليهم عند الله والله، وليهم عند الله يعني. اللي بيبص للناس الغلابه ده له عند الله والله. يا ستي احنا والله كنا بننام البيت كان خرابه بصراحه. الناس دي جا غسالات وثلاجات وتلفزيونات وسقفوا لنا البيت، وحتى البياض بيضوه، يعني في ايه تاني اكتر من كده يعني والله. ربنا يبارك لهم طبعا ربنا يبارك لهم ويجعله في ميزان حسناتهم هم وكل انسان غاوي خير. يا ريت الناس دي محتاجانا كلنا، والاطفال دي كمان محتاجانا. مشروع صغير بيحيي اسره، مشروع صغير بيجعلهم في سعادة، وبيجعل الأطفال دي في سعادة إن هم يقدروا يعيشوا، إن هم حياتهم تكون مستقرة وبخير، مش بينام وهو خايف على أولاده ومش قادر يشوف دخلهم فين أو فين، حتى ولو بمشروع صغير. طبعا ده نداء مني لكل فاعل خير ولكل غاوي خير، أرجوكوا اعملوا زي الناس دي ولو بمبلغ صغير عشان تكونوا سبب لإسعاد ناس غلابة زي دي. أتمنى طبعا من الدولة أنها تكون سمعت الرسالة من برنامج بنحلم نعيش. أتمنى الرسالة تكون وصلت كل مسؤول عن محافظة الإسماعيلية والعزب اللي موجودة. الناس دي ما كانش عندها مية ولا عندها كهرباء، وكانوا عايشين في عشش، وكان ما عندهمش أي دخل غير اليومية أو الشغل في الأراضي
في الأراضي زي ما هم بيعملوا. أتمنى طبعا الرسالة تكون وصلت. الناس دي محتاجة لكم، محتاجة لكل مسؤول يقف جنب الناس دي. احنا محتاجين لكم جدا، الناس دي محتاجة لكم ومحتاجة لكل غاوي خير وكل فاعل خير. كلميني، قولي لي انت في عزبة المنشية حياتكم كانت عاملة ازاي قبل ما يجي غاوي خير، او قبل ما يكون ليه ناس فاعل خير موجودة تعمل معاكم ده؟ كنت بتعاني ازاي ان انت تملي مية، او ما كانش عندك مية او؟ والله كنا بنتعب والله من المية دي بصراحة. أنا كان عندي فيروس بي وكنت تعبانة أروح أجيب مية وكده والله. وجوزي تعبان برضه، جوزي معوق وتعبان. كنت بدفع جنيه عشان بتاع التروسيكل يجي ياخد جردل، يملوا لي جردل وكده، ما أنا مش هقدر أمشي وحامل على آخر وتعبانة. والله يبارك لهم فاعل خير، جم ركبوا لنا مية وجم عملوا لنا سقف البيت، وجم كان ما عنديش بوتاجاز كنت بطبخ جابوا لك بوتاجاز وجابوا لك؟ ايوه على قانون كده بولع وبهبب. قانون؟ ايوه بولع وبهبب الحلل وكده. وجابوا لنا بوتاجاز دخلوا لك ميه وجابوا لك غساله؟ وجابوا لي غساله وعملوا لي سقف البيت. تدخلي سقف البيت يعني ساقط، تدخلي زريبه يعني مش بيت يعني. ما كانش بيت آدمي يعني، ما كانش بيت آدمي يعيش فيه أطفال وزي ما هم بيقولوا عندهم فيروسات. أكيد كانت مصابة من أصابوا من ما فيش مية أو مية مش نظيفة أو. فالحمد لله ربنا كرمهم بمية، ربنا كرمهم ببيت. كل ده من غاوي خير أو جروب زي غاوي خير. أتمنى إن كل الناس تكون وصلتهم الرسالة دي. حياة ناس بدأت تكون من جديد، لا كان في مية ولا كهرباء ولا حياة كانت موجودة. الناس دي كانت عايشة تحت الصفر، ما كانش فيه ولا في دخل. فهم دلوقتي كمان انا شايفه ان هم بيعملوا لكم مشاريع صغيره يعني. على وش الجواز قالوا لها هجهزهم لكم ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هنجوزهم لكم وكده والحمد لله. الحمد لله. كمان هم عندها عروستين عايزين يجهزوا، هم فعلا كمان بيجهزوا البنات. بس زي ما بقول مش كل حاجه على شخص او مش كل حاجه على جروب. هم دول مجموعه مع بعض، مجموعه غاوي خير. بس اعتقد ان هم مش هيعملوا كل حاجه لوحدهم. اتمنى يكون في جانب من الدوله للناس دي. حتى هم لو بيجهزوا او بيعملوا مشاريع صغيره، الناس دي مش هتفضل طول عمرها عايشه على المشاريع الصغيره. الناس دي محتاجه دخل، محتاجه حياه. عزبة المنشية، محافظة الإسماعيلية وعزب كتير جنبها، الناس دول تقريبا شبه مش عايشين. فأتمنى أتمنى 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 إن احنا نكون وجهنا رسالتنا صح، وأتمنى إن احنا زي ما بنتعب وبنلف جميع المحافظات عشان نوصل للناس دي ونساعدهم، أتمنى أنتوا كمان تساعدوهم، لأن دي رسالتكم، رسالة كل مسؤول إن هو يحافظ على الناس دي، يحافظ على حياتهم ويحافظ على أولادهم اللي طالعين من الجوع والعطش والأمراض اللي للأسف أصابتهم مش عايزينها تصيب أولادهم. فأتمنى إن احنا نوجه رسالتنا وتكون وصلت، وأتمنى إن انتوا تلبوا كلام الناس دي ودعوتهم ورجائهم ليكوا بالمساعدة. احنا النهارده معانا جروب غاوي خير، مجموعة من الشباب الجميلة اللي بتعمل خير وبتلف جميع المحافظات على مجهودهم الذاتي والشخصي. كلهم طبعا بيشتغلوا وعندهم أوقات عمل ومش فاضيين، ولكن بيجوا على شغلهم وبيجوا على حياتهم الشخصية عشان يلفوا جميع المحافظات في كل محافظة ويعملوا مشاريع صغيرة حتى ولو كانت مشاريع بسيطة ولكن بتساعد الناس. وبالفعل احنا عرفنا ان هم الناس كانت عايشة في عشش في عزبة المنشية في محافظة الإسماعيلية، وقدروا ان هم يوفروا لهم سكن، قدروا ان هم يوفروا لهم بيوت بالطوب، وقدروا ان هم كمان يعرشوا البيوت دي وجعلوها من عشش لبيوت. ودلوقتي كمان ما سابوهمش مجرد بيوت وخلاص، ده كمان جابوا لهم غسالات وثلاجات واجهزه في البيت. وكمان اللي عنده عروسه عايزه تتجهز بداوا ان هم يجهزوها ويساعدوا في تجهيز العرايس اللي موجوده في العزبه. غير كده كمان بداوا ان هم يفكروا صح، الناس دي هيجي لها دخل منين غير ان هو يبقى في مشروع.
المشروع بالفعل بدأوا يعملوا مشاريع ولو بدخل صغير هتيجي بتساند معاهم في الدخل، ولكن اسمه مشروع مستمر بدخل مستمر كل شهر. انا عايزاكم تكلموني بقى، كلموني عن المشاريع اللي انتوا بتعملوها، والفكره بدات من امتى، وانتوا بداتوا منين اصلا، ان انتوا الفكره جات ان انتوا اتجمعتوا ازاي، وان انتوا بداتوا تلفوا جميع المحافظات، وازاي بتلاقوا وقت في ما بين شغلكم، توفقوا ما بين شغلكم وان انتوا تيجوا على شغلكم وتلفوا جميع المحافظات. احنا دلوقتي في محافظه الاسماعيليه، وقبل كده كنتوا في الفيوم وفي كذا مكان تاني، فكلموني عن الموضوع تم ازاي يعني. والله في البدايه احنا كنا اعضاء في جروبات خير بتشتغل كده، تمام. وبعد كده احنا في الاصل مجموعه اصحاب، سواء في العمل او خارج العمل. اتفقنا طب ليه احنا ما نعملش كيان مستقل بنفسنا ونشتغل مع الناس، بحيث ان احنا نعدد طرق الخير. يعني في جروبات تانية شغاله معانا في نفس المجال، اتعلمنا منهم واستفدنا منهم، وحبينا ان احنا ننشئ جروب خاص بينا احنا. وان شاء الله في القريب العاجل جدا هيبقى حاجه مشهره، مؤسسه مشهره باذن الله، عشان نشتغل تحت مظله شرعيه. احنا الهدف الاساسي ان احنا بننزل المنطقه زي منطقه العزبه هنا، بننزل نشوف حاله الناس وبنعمل الاستكشاف بنفسنا، بنحدد احتياجاتهم. كل منطقه بيختلف احتياجاتها عن منطقه ثانيه. يعني بنحدد الاحتياجات. في منطقه بتحتاج مشاريع تنمويه، في جهاز عرايس ايتام، في البند الاساسي، لان السنه دي كان في ناس فعلا بتموت من المطر، حصلت حالات وفاه السنه دي، فبدانا نشتغل حمله السنه دي، حمله تسقيف. ده الحمله الاساسيه السنه دي، والحمد لله ماشيين فيها كويس جدا لغايه النهارده. اشتغلنا في الشرقيه، واشتغلنا ده تاني ايفنت باسم جروب غاوي خير في الاسماعيليه. بننزل المنطقه نشوف احتياجاتها، هل فيها عرايس ايتام بتتجهز، هل في بيوت محتاجه تسقيف، في اسر ملهاش دخل وما عندهاش قدره ان هي تعمل مشروع. بنحاول بقدر الامكان بمساعده طبعا كل اعضاء الجروب، مش احنا بس، احنا مجرد اقول لك موصلاتيه ما بين وسيط ما بين اللي عايز يعمل خير واللي عنده القدره انه يعمل خير والناس والطرف المحتاج. يعني انتوا بالفعل جروب كبير جدا، ناس كتير، وانتوا الواجهه، المفروض انتوا اللي بتوصلوا، ولكن في الجروب كتير، في ناس كتير. احنا الجروب عندنا حوالي 2600 عضو في الجروب على الفيس، تمام. لما بيكون في ايفنت زي كده بنحدد احتياجاته. احنا المجموعه الاساسيه اللي بننزل بنعمل الاستكشاف، بنحدد احتياجات المنطقه، وبنرجع القاهره نقعد مع بعض ونشوف تكلفه الايفنت ده هيتكلف كام. بنقسم تكلفه الايفنت على اسهم. لا مش على كل واحد فينا، احنا بنطرحه على الصفحه الرئيسيه للجروب على الفيس، بنقول يا جماعه احنا الايفنت بتاعنا تكلفته مثلا 120,000 اللي قادر بقى. بالظبط. بنقسم عشان نعدد صور المشاركه، بنقسم الاسهم لتكلفه الايفنت. الاسهم قيمه السهم 100 جنيه، بحيث المتبرع الصغير اللي عنده مقدره يشارك ولو بنص سهم بنقبله، والمتبرع الكبير على حسب كله، على حسب واحد على مقدرته. زي ما احنا شايفين يا جماعه، هو الجروب مش هم العدد اللي موجود قدامنا، لا ده اكتر من 2000 شخص، ولكن اللي بيتكلم باسمهم واللي بيسافر المحافظات هم المجموعه اللي معانا دلوقتي. الفكره حلوه جدا، هم جروب اصحاب كبروا الجروب بتاعهم من على الفيس او اي وسيله تواصل اجتماعي ما بينهم، ان مش فرضوا ان الموضوع بيتكلف كذا، لا اللي انت قادر عليه او اللي انت قادر تدفعه. الفكره حلوه جدا، يعني اللي قادر يساهم باي شيء بيقدر يدفعه عشان ما يكونش حمل عليه. هم مش بيفرضوا، لا بالعكس، ده حسب ما انت مقدرتك ايه بتكون. كلمني يا استاذ عبدو، كلمني. انتوا بداتوا الموضوع مع بعض، وانا شايفه ان انتوا مجموعه اصحاب وبداتوا تكبروا الموضوع. هو طبعا قال لي ان انتوا بتنزلوا على اي مكان حسب الطبيعه بتاعته محتاجه ايه، وحسب الاهميه محتاجه ايه، اهم شيء محتاجينه او اهم احتياجاتهم. يعني احنا الحمد لله من خلال مشاركتنا على مدار 3-4 سنين قدرنا نكتسب بعض من الخبرات، ان احنا لما بننزل اي منطقة وبندخل البيوت بنقدر نلمس بشكل معين وجه او شكل المساعدة اللي ممكن نساعد بها الأسرة دي وتعود عليهم بعائد كويس قوي. الموضوع بدأ معانا بالكراتين الغذائية والبطاطين وجهاز العرايس.
حلمنا كان اكبر من كده، ولكن عشان بدايتنا كانت صغيره فبدانا بالشكل ده. مع الوقت ومع ان مواردنا بدات تكبر نتيجه ان ثقه الناس فينا بقت اكبر واكبر، مصادرنا ومواردنا بدات تكتر، بدانا في موضوع تسقيف البيوت، وكنا شايفينه ان ده ستر وحمايه لكل اسره، كنوع من انواع ان اقوى من ان انا اديله كرتونه هتكفيه اسبوع، لا ده حاجه هتستمر معاه طول العمر. انا شايفه كمان يا جماعه ان الفكره هنا ان هم انتوا النهارده جايبين مشاريع بط وفراخ وطيور للتربيه، اللي الطبيعه هنا بتاعت العزبه هي ما تجيش غير كده، ما تجيش غير بتربيه طيور، او هو ده الحاجه المناسبه ليهم كسيدات في البيت ان هم يقدروا يعملوا المشروع، ولكن ان هم يعملوا المشروع ويستمروا فيه. المجموعه انتوا عملتوا شروط على الاشخاص عشان يستمروا فيه، عرفني جت ازاي او انتوا عاملين ايه يعني؟ هو في الاساس ده الحلم اللي احنا كنا بنحلم بيه، ان احنا نقدر نخلي الناس اللي بنوصل لهم المساعده دي زي ما احنا بنساعدهم يقدروا يساعدوا نفسهم. ومن منطلق تاني ان هو خلاص ما يفضلش قاعد مستني لما انا اساعده وجروب تاني يساعده او جمعيات، يعتمد على نفسه بقى. يعتمد على نفسه ويوفر لنفسه حياه كريمه، ونشوف الباقي لحد محتاج تاني يعني. بالظبط كده. فلما فكرنا في موضوع المشاريع بننزل كل منطقه ينفع فيها نوع معين من المشاريع وما ينفعش فيها موضوع مشروع تاني. زي ما حضرتك شايفه كده المنطقه هنا الناس عايشه في وسط الزراعات وجناين المانجا، ما عندهمش اي خبرات قبل كده، فلقينا خدنا رايهم وقعدنا معاهم واتكلمنا معاهم، لقينا انسب حاجه ليهم انهم يربوا فراخ، يربوا بط، يربوا معيز، يجيبوا مثلا حاجه زي شوايه سمك، المشاريع الصغيره اللي ممكن تجيب لهم دخل سريع شويه. طيب نديهم المشروع ازاي وايه الآلية اللي ممكن ننفذه بيها ونوصله ليهم؟ احنا كشعب مصر او احنا كمصريين ان ما كانش فيه اثبات واهتمام شويه كل حاجه للاسف بتموت في بدايتها. فاحنا حطينا نوع من انواع الشروط البسيطه عشان يبداوا يهتموا بالموضوع وعلشان خاطر الموضوع يستمر. بالظبط. فقعدنا معاهم وعرفناهم ان في لجنه مننا عباره عن 2 هيتابعوهم على مدار كل اسبوع ويشوف ايه التطور اللي بيتم من اسره لاسره، وقدرنا نوصل لهم برضو ان احنا هنجي لهم بعد 3 شهور، يعني تقريبا بعد دورتين. الاسره اللي هنلاقيها او هنلمس ان هي كبرت المشروع بتاعها ده احنا هنضاعف لها الكميه اللي ساعدناها بيها. يعني كمان الفكره حلوه جدا، نظام مكافاه يا جماعه. دلوقتي هم مش بيعملوا المشروع ويسيبوه، لا ده في رقابه على المشروع علشان يكبر، وعلشان كمان ما يعتمدش اعتماد كلي ان هو خلاص معتمد عليهم ان هم اللي هيجوا كل شهر يساعدوه. لا احنا بنعمل لك مشروع دايم انت تكبره وخلاص، احنا بنبنيك من الاساس وانت تبدا تكبر نفسك، وبعد كده خلاص دي بنيه ذاتيه، انت ابن نفسك وسيبنا نعمل لغيرك او سيبنا نعمل لشخص تاني محتاج. فطبعا الفكره جت هنا كويسه جدا، مش مجرد ان هم بيرموا خير ويمشوا، لا ده في رقابه، في مشروع باستمرار، في مشروع بيعمل دخل شهري وبيكبر. ممكن الكام يعني حبه الفراخ والبط اللي جابوهم له دول ممكن يوصل بيه الحال ان هو يعمل منهم مشروع كبير جدا زي ما كل الناس بتبتدي، لكن هو لو سابوا من غير رقابه ممكن يكبروا وياكلوهم وخلاص وخلص الموضوع. لا في رقابه وفي اهتمام بالموضوع، والفكره فعلا حلوه جدا، واتمنى من كل الناس ان هي تعمل زي جروب غاوي خير ويبداوا زي ما هم بداوا ببطانيه، يعني بدأوا ان هم يوزعوا بطانية او يوزعوا كرتونة غذائية. دلوقتي ما شاء الله بيعملوا بيوت بيركبوا ميه وكمان بيعملوا مشاريع باستمرار. فأتمنى طبعا ان ربنا يوفقهم للخير ويجازيهم كل خير هم واللي زيهم، وأتمنى طبعا ان هم يكونوا اكبر من كده والجروب يكبر ويكبر ويكبر من غاوي خير، ويعملوا الموضوع يكبر معاهم من مشاريع صغيره لمشاريع كبيره. واذا كانوا النهارده بيلفوا محافظه و2 بكره يلفوا جميع المحافظات، واي حد محتاج حاجه اتمنى يتواصل مع غاوي خير. طبعا هم ليهم جروبات اكيد على الفيس، يتواصل معاهم وهم يقولوا ايا كان مكانه اي مكان المحافظه هم فيها، وتحت رعايه برنامج بنحلم نعيش احنا دايما معاهم ودايما في كل مكان. واتمنى طبعا ان احنا نتواصل معاهم الى نهايه العمر.
ام فارس بيت من ضمن البيوت اللي هيتعمل لها مشروع النهارده من جروب غاوي خير. كلمينا النهارده عن المشروع وانت هتبتدي بيه ازاي، والناس دي عملت معاكي ايه قبل كده برضو؟ هم ناس كويسين بصراحة، يعني يعملوا للناس مشاريع، اللي عايز حاجة بيعملها له. هم يعني قولوا تاخدي بط وفراخ وزي كده، يعني تعملي منهم مثلا تربيهم وتصرفوا زي كده. هي الدورة بتقعد قد ايه؟ البط حوالي 45 يوم. 45 يوم بيكبر يتباع صح؟ اه. والفراخ برضو كده؟ لا الفراخ بتطول شوية اكتر من 45 يوم، قولي شهرين مثلا او ايوه، لما يكون اكل كتير يعني بيقعد شهرين. وتبداي تبيعي وتجددي الدورة الثانية وهكذا. مثلا ابيع واجيب غيره زي كده. زي ما احنا يا جماعة شايفين هي بتاخد دورة البط بتقعد 45 يوم، ودورة الفراخ بتقعد شهرين، وبتبدأ تعمل دورة جديدة. ولكن هم مش بيسيبوها، هم بيفضلوا في إشراف كل شهر على أو كل دورة بيجوا يشرفوا عليها علشان يشوفوا الدورة الجديدة، علشان يبقى في استمرارية. طبعا عرفتي منهم ان هو في إشراف منهم على أو من جروب غاوي خير عليكم ان انتوا تفضلوا، عشان ما خلاص يجيبوا لكم فراخ تاكلوهم وخلاص. لا أول مرة مش عارفة الصراحة، يعني كنت رافضة المشروع ده لأن الدنيا حر، في الحر الطير بيموت، فما كنتش عايزة يعني أربي. اكيد هم برضو هيبقوا معاكم في الموضوع ده، يعني خديهم مالكيش دعوه، احنا ندين تحسينات وزي كده، فبيقول لي يا رب. بعدين انا شايفه ان هم جايبين الحجم بتاع الفراخ كبير، يعني جايبين الفراخ يعني خلاص خدت الوقايه بتاعتها، وجايبينهم اعمار كبيره، ويعني مش هيموتوا. هو يا ام فارس هم مش هيموتوا، هم هيكملوا الدوره وهيكملوا الدوره، وان شاء الله تعملي دوره جديده ودوره تانية، ويبقى مشروع كله خير باذن الله يعني. يا رب يكون هو اصلا يعني حاجه تبقى صالحه وتبقى كويسه ان شاء الله. انا شايفه ان دي فرحه بالنسبه لكم، ان انت يبقى لك دخل شهري ليكي ولاولادك، وحاجه برضو تذبحي منها بتاع فرحه، يعني فرحه مش هتخش قلب فرحه دلوقتي. انا لسه ابني ميت. ابنك لسه متوفي؟ بقاله يعني بكره بقاله 40 يوم. ده حادثه كان في المدرسه. طبعا احنا بنقدم لك البقاء لله من برنامج بنحلم نعيش، وقلبنا معاكي، وربنا يصبرك خير على ابنك ويعوضك خير عليه، والفرحه عند ربنا طبعا. رجاء لأم فارس ان هي تعترف ان دي حاجه بتاعت ربنا، وكلنا ملك ايدين الرحمن، وربنا يصبرها ويصبر كل ام. وزي ما احنا شايفين هم ناس غلابه بسيطه جدا، واتمنى من ربنا ان هم ربنا يكرمهم بالخير ويكرمهم ويكرم جروب غاوي خير على افعال الخير اللي هم بيعملوها بيقدموها عزبة المنشيه في محافظه الاسماعيليه، وكمان كثير من العزب موجود هنا على هذا الوضع. فاتمنى طبعا من المسؤولين ومن الناس اللي بيسمعونا، الناس دي محتاجه لكم برضو. هل انت المشروع ده ممكن يكفي بيتك، يكفي مصاريفك وحياتك؟ عندك دخل تاني؟ لا والله. عندك كم ولد وكم بنت؟ عندي 4 بنتين وولدين، هم كانوا 5، فواحد راح فاضلين 4. 4 ايه دخلهم؟ ايه الدخل اللي بيجيلك كل شهر؟ والله هو يعني بجبت مال قبل انت شافت يعني. بتربي طيور، عايشه بتربي عيالك، عندك ارض؟ لا مفيش. يعني هي كل حياتها بتربي 4 أطفال، من هم حبة البط والفراخ اللي بيجولها من فعل الخير دول، تربيهم وتعمل منهم دورة علشان خاطر تعلم وتربي أولادها. أنا ما فيش كلام أقدر أقوله غير ربنا مع الناس دي، وأتمنى منكم إن الناس دي يبقى لها دخل ويبقى لها حياة عشان الأطفال دي تعرف تعيش، والناس دي لو ما جالهاش فعل خير هتعيش منين؟ فأتمنى طبعا منكم ان يعني تحطوا الناس دي في الحسبان. الناس دي فعلا بسيطة جدا ومحتاجة لنا، ومحتاجة لكل شخص يقف جنبهم، ونداء لكل فاعل خير. أرجوكوا الناس دي بأبسط شيء وبأبسط مبلغ ممكن تقدر تساعدهم وتعمل لهم مشروع يكفي حياتهم. من برنامج بنحلم نعيش، الناس دي بتحلم تعيش، والناس دي بتقدم رسالة من بنحلم نعيش. أرجوكوا كونوا معانا، أرجوكوا كونوا مع الناس الغلابة دي، كونوا معاهم بالخير، كونوا معاهم قلبا وقالبا، كونوا معاهم بقلوبكم، كونوا معاهم بمساعدة بسيطة نقدر ان احنا نوصلها لهم يعيشوا منها هم واولادهم. النهارده احنا كنا في محافظة الإسماعيلية، برنامج بنحلم نعيش بيلف كل مكان مع كل فاعل خير، مع جروب غاوي خير.
كان في عزبة المنشية محافظة الإسماعيلية النهاردة كانوا بيسلموا مشاريع فراخ وبط. كان المشروع صغير بس المشروع ده بيسبب فيه دخل شهري للناس دي يعيشوا منه. واللي انا لاحظته ان في ناس ما عندهاش اي دخل شهري غير المشروع ده، يعني اعتمادهم الكلي على مشروع البط والفراخ ده عشان تاكل وتشرب عيالها وحياتهم تستمر من مشروع الفراخ. اتمنى كلنا ونداء من برنامج بنحلم نعيش كونوا كلكم فاعل خير، واتمنى من المسؤولين حطوا الناس دي في الحسبان. اتمنى منكم ان انتوا الناس دي بتحلم تعيش، الناس دي محتاجة مساعدتكم كتير جدا.